السلام عليكم. هبط بيان البارح في الليل، نص الليل، حتى وزارة الخارجية ولا تهبط في بياناتها نص الليل، يحكي على بيان متاع مفوضية السامية لحقوق الإنسان. خلنا نقراه لكم ونعلقوا عليه خاطر مهم جدا باش نفهم الوضع في البلاد متاعنا. تلا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نجموا ترجعوا للصفحة متاعها تلقاوه. تلقى تونس ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني. المفوضية ولا تعمل في المغالطات. به اللي نعرفوا ان المفوضية هذه راهي تسكت على حاجات، اما راهي ما تحطش حاجة غلطة في اللي تحط فيه. يعملوا تقاريرهم وعندهم أجهزة كاملة متاع دول تبع في الاوضاع والسفارات كلها اللي موجوده، وهي بدا عندها مركز في تونس. اذا المغالطات ما نتصورش هي تسكت على حاجات كيف في فلسطين. حتى في فلسطين لما حال الامم المتحده الأونروا قاعده تهبط في تقارير صحيحه. نتعدى يعني انت ونتنياهو تو تشتركوا في معركتكم مع المفوضيه متاع حقوق الانسان اللي في الامم المتحده. به ان تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق، فضلا عن التزامها بما نص عليه دستورها وبما أقرته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدولي في المستويين الإقليمي والعالمي. إنه دستورها الخلقة بتاعك أنت، هذيك دستورها. مش عامل انقلاب أنت على الدستور 2014، وهم ما يعرفوش إذا عملت عامل انقلاب على الدستور 2014، وما كانوا ساكتين عليك خاطر ما تحركتش معناتها. طبعا هي الأمم المتحدة عندك 5 دول تعمل الفيتو، على ذاك انت بعت الفرجاني معناتها عمل اتفاقية، قال لك تفاهم على المدينة الصحية. معناتها هنا في بالنا، والحقيقة انك تحب الصين تضرب فيتو لو كان يتعدى الملف نتاعك للأمم المتحدة. طبعا مش ما يوليش فما تدخل من الأمم المتحدة تحت قوة الأمم المتحدة باش تنزعك من السلطة. إذا فيتو صيني يساعدك في الحكاية هذه باش يولي التدخل الغربي تو نجيو علاش يحبوا يتدخلوا غير شرعي. مفهوم. فهمنا علاش بعثت. اما بون بعث وزير الخارجيه لانك خايف طبعا. تو نوريك اللي انت معناتها بالخوف نتاعك هذايا جرأتهم عليك. عملت كي بشار معناتها يتفرج في الناس تموت في الشر، عمل روحه ممانعه بعد جت في راسه. باهي. وكان يمكن للدوله التونسيه ان تندد بممارسات تضعها في خانه اعتداءات صارخه على حقوق الانسان. تحكي على الوضع الفلسطيني ما ندتش عليه، كان في الحديث نتاعك انت على صفحه الرئاسه، اما الخارجيه ما ندتش به، ولكنها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير. القضية الفلسطينية شؤون الغير. أما هي بيد هذه وزارة الخارجية وقت اللي جات باش يطيح بشار عملت كلام درا كيفاش معناتها على حق الشعب السوري في أنه يتحرر من الظلم اللي مسلط عليه، ولكنها نأت بنفسها عن ذلك لرفض التدخل في شؤون الغير. بل أن تونس يمكن في هذا الإطار أن تعطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس. لسنا التلاميذ لتلقى الدروس. يا ينظر فيك كتبوا انت قيس سعيد وطلوا قتلوا برا خرجوا، كان حطيت عليه التصحيح نتاعك من دافخي. ولعل من المفيد التذكير بأن قوات الأمن التونسي تتولى حين تنظم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين، بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتوفر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتى لا يتعرضوا لأي اعتداء. نحيلكم على المظاهرات 14 جانفي 2022 اللي فما شكون مات فيها، و العصا هذيك لحمايتهم. مش متربين، هم متربي فيهم صحيح. باهي باهي. هو من الاول راهو كان لازم ما يستعرفولوش بالانقلاب بتاعهم، ما ياخذوش رخصه باش يمشيو يعملوا مظاهرات. كان لازم يخرجوا سبونتاني كما خرجت الناس في ملاريس. باهي. اما اولئك الذين تمت احاله يعني تلك منة تمنوا عليهم انك خليتهم يخرجوا في الشوارع توانسه، الشارع بتاع التوانسه الكل، وانت تمنع الناس من الشوارع. معناتها تحب تقول لي معناتها اللي نتاعك انت ولات بتاع البلاد نتاعك، وتمنى عليهم انه البوليس اللي هما دافعين الاداءات باش هو يلبس الزي ويهز السلاح نتاعك انت، وكي يخرجوا هما في المظاهرات
هو يعطي فيهم في طريحه لا محاله في اغلب الاوقات، ويضيق عليهم، ما يخليهمش يوصلوا من الجنوب كي يمشيو لك المظاهرات باش ما تكبرش برشا، باش تخلي العدد مسيطر. وجماعتك انت اللي كي يهبطوا يتظاهروا تحمل لهم كيران وما يجيوكش برشا كيما هذيك نتاع العلم، هذيك معناتها انت عامل عليهم زي خاطر البلاد بتاع بوكي، ولا خاطر مش هما هذوك، هما بيدهم التوانسه اللي توا ضدك، وظهرت في الانتخابات الاخرانيه كي ناحيه المحكمه ومنعت الناس من الترشح وكذا وكذا. هذاك معناتها البلاد نتاعك نتاع بوك، معناتها هوك البوليسيه هذوك يخدموا عند بوك، ها، وعند العائله الكريمه، خاطر نتاعك البلاد ليتا سي توا، مش احنا التوانسه الكل، وهذوك البوليسيه والجيش نتاعك انت، مش نتاع الشعب التونسي. باهي نكملوا بساش. ولا أعلم أنه في تذكير بأن قوات الأمن التونسي تتولى حين تنظم مظاهرات لا ملاحقة المظاهرين، بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم، وتوفر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتى لتعرضوا لأي اعتداء. أما أولئك الذين تمت إحالتهم على القضاء فذلك بتقدير مستقل من القضاء. أبي حل يا جفال، حل تحقيق في كذا كذا، فكروا الباسبور، عمل له كذا، ومن يبرئهم فهو شريك لهم. أيوة. ولا دخل لأي جهة غير قضائية. أخوه أبو غلب فتحك لما حالق قال لك القصر وبعث له القصر وتسرعت الحكاية، إن شاء الله ربي فهمتك. هذا حدث سوء بالنسبة لأبو غلب. ولا دخل لأي جهة غير قضائية فيما يتخذه القضاء من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كل الضمانات القضائية من معاملة لا تمس بالكرامة الإنسانية ومن حق الدفاع وغيرها من الضمانات. هك تصرفك مع سونيا الدهماني يقول عكس هذا. ولو انك توا بعد البيانات وكل شيء سمحت ان شاء الله ربي يفك اسره الغازي الشواشي انه يحضر في الجنازه نتاع نسيبه، زعما راك تحترم حقوق الانسان. حقوق الانسان تفكرها كان كي يجي يكبر عليك الضغط. باهي. وتؤكد تونس في هذا السياق أن إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير. فليس لأحد أن يتذرع بكونه فوق المحاسبة ويستعمل وسائل الضغط في الداخل أو في الخارج للتفصي من العدالة أو الإفلات من العقاب. كل القضايا متاعهم سياسية بحتة، ما عندناش حق عام في الحكاية هذو. وتسأل تونس كيف كان سيتصرف القضاء حين يصرح أحد أنه سيشعل حربا أهلية ورتب بالفعل لإشعالها. ودي كان تحكي على التصريح متاع راشد الغنوشي، لو قالكم اللي تعملوا فيه يقدر انه بعد سنوات يأجج حرب اهليه في البلاد خاطركم زرعتوا الفتنه والضغينه بين الناس. مش قالكم باش تعملوا، يعني هو قال لك رد بالك راك ماشي في الغلط. كان هذا هو معناتها. وماذا كان سيفعل حين يقول آخر أنه أعد 100,000 انتحار؟ يا أبو قلب 100,000 انتحاري، هو جيش كامل. 100,000 هذه ريت أوكرانيا تو باش يوريك لهم يكذبوا. زيلنسكي طالب 200,000 جندي باش يتصدر روسيا. قال لك عندنا واحد في تونس عنده 100,000 انتحاري. كان واحد عنده 100,000 انتحاري محضرهم فعلا، راك ماكش موجود قيس سعيد. تشمت 100,000 انتحاري ولا؟ قوام حماس اللي وقفت إسرائيل معناتها في غزة 40,000. باش تعرف اللي الكذب والبلوط هذا يتعدى على سقافنا، ما يتعداش على الجماعة كيف نحن. 100,000 باهي. وشكون هذا؟ ما سمعناش تصريح. سمينا شكون هذا اللي عامل 100,000 انتحار؟ هم يساعدون القيام بعملية إرهابية. هذا 100,000 انتحاري هذوما يهزوا العالم الكل، مش تونس. لا حول ولا قوة. وماذا كانت السلطات القضائية في أي دولة من دول العالم ستفعل حين يذبح جنودها وتقطع رؤوسهم الأبرياء وتزرع الحقول بالألغام وغيرها من الأفعال التي تجرمها قوانين كل الدول، فضلا عن تجريمها في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وجرائم السبرانية وغيرها. على فكرة ما حسبتهمش انت الناس اللي قتلوا الجنود نتاعنا، بالعكس متحالف معاهم انت. ثم هل ان القذف والسلب وهتك الأعراف أفعال تدخل في خانة حرية الرأي؟ وهل انت بالحق هو مش حرية الرأي؟ تتفكر القاضية اللي انت احتجت لها عرضها قدام العالم الكل؟ هكا موجود الفيديو راهو في صفحة الرئاسة. وهل في بث الإشاعات وتأجيج الأوضاع فضلا عن التخابر مع جهات أجنبية أفعال لا يجرمها القانون كما هو سائد في كل دول العالم؟ حاب أذكرك اللي كنت تجيب السفارة نتاع الاتحاد الأوروبي وسفير أمريكا وتحكي لهم على الدستور التونسي قبل ما تتقلب عليه. أنا نحب نذكرك اللي أنت مشيت لمصر
فهمت، وخرجيتنا من بعد في وسط الجامعة تهدد وتتوعد اكوردو، واللي يعاونوك هي مخابرات اجنبيه باش تعمل العمله اللي عملتها. وحب نذكرك انه لما يقف جنبك تبون ويقول للشعب التونسي برا انتخبوا في دستور قيس سعيد، راهو تدخل سافر في الوضع الوطني. على فكره الفيديو بتاعي الاخر اكثر ناس علقت عليهم الجزائريين، وعندنا واحد اسمه المناع يبكي بالشهقه جزيري، هو توليه في البرلمان يبكي. وطبعا انتم عينتم تاع التحكيم جبتوه من الجزائر. طبعا تنازل التونسي في الكاف للملف الجزائري، تيراش علينا وكا. الجزائر تقعد دولة شقيقة باش نبنى وجيران ومش تبدل حتى شيء، اما رانا اللي فما نعرفوه. ولعل التهم الموجهة لتونس اليوم هو أن شعبها أراد أن يعيش حرا في وطن كامل الاستقلال والسيادة، ولو طأطأ رأسه ولن يفعل أبدا، لتهاطلت عليه من هذه الجهات التي تعرب عن قلقها شهادات في حسن السيرة والسلوك. نورمالمون تحط عليه التوقيع المنداف نتاعك انت سي قيس سعيد، ظاهر مش هو اللي يكتب فيه وزير الشؤون الخارجية النفطي اللي مشي قابل زيلينسكي. طبعا يبدو انه انا قلت لكم مره الاخرى دونالد ترامب ما يحب روتور سور انفستيسمون، يحب يوقف الحرب في اوكرانيا، ويحب المعادن الثمينه يقسمها هو وبوتين، ما يحب يقابل حتى حد. وفي غزه كيف قال له اعطيوها لي نعملها ريفيرا روتور سور انفستيسمون، طلبوا من اسرائيل ما تعطيني بيس اوف لاند. في تونس عاونك في الانقلاب بقيس سعيد، وعاون سنوات معناتها دفعت شويه لامريكا، او كنا حالك اليو اس اي حالك طلب وبرشا حاجات. تو راجع زاد الفلوس اللي يعطيهم للجيش التونسي، وهذه كان تستحق امريكا اكثر، تستحق الموقع التونسي اكثر منه. اما لهنا يحبوا يهزوها على الامم المتحده باش شرعنا لهم التدخل، وانت بعثت شكون للصين باش توقف الحكايه هذه فيتو اللي غير شرعيه. مفهومه اللعبه معك. ايه هم مش طالبين منك قيس سعيد، طالبين منك تشد القصر والا تقلب وشك وتحط لهم رئيس حكومه يحكم في كل شيء باش هما يعملوا الروتور سير انفستيسمون. شفتوا روحكم وين وصلتنا؟ هما منافقين، عارفين هما منافقين، مو من النهار الاول يقولوا لك راهو اللي عملتوا كذا، كانوا عملوه معاك الشيء هذا، هما عملوه معاك. اذا توا طالبين منك حقهم اللي انت معناتها توا وفشلت، هما ايزون استيمي توا اللي انت فشلت في تحقيق اللي هما جابوك من اجله، وهربا بك فرصه. وكنت تمشي لبوتين قبل تبع البور لافروف تبعث له عمار المحتار، توا اللي تمشي لزيلنسكي معناتها تلوش في دخله. شوف الله غالب، كان بودنا انه يكون عندنا سياده وطنيه، كان بودنا انه التوانسه يحكموا معناتها ونعديو كل شيء على البرلمان ونقولوا هوك الشعب حب وكذا وكذا، ما يعرفوا لي مقاليد الكل عندك انت. طالبين منك قالوا لك طيح سروال، وانت تعرف تطيح السروال معناتها بتجيب شخص معناتها تحطه رئيس حكومه ماكش ضامنه، تتي تخاف حتى تحط فخري شبيل معناتها رئيس حكومه اللي هو نسيبك، تقوم المرأة تطلقك وشد هو رئيس معناتها تلمو انت مبلبزها معناتها. نعرف اللي انت معناتها في حاله خايبه برشا معناتها ما تنجمش الله غالب بريمي مينيستر ماكش ضامنه، ضعيف كيما المدوري مثلا، هذاك اللي يساعدك كيما بودن ولا كيما الحشاني ما يعرفش حتى يتكلم، هذاك ما يساعدوك. اما تجيب رئيس حكومه صحيح معناتها كل شيء وتجبد روحك كما يحبوا هما كذا، افورس معناتها ممكن يعملوا لك سيرتيفيكا ولا يعملوا لك اي حكايه وتلقى روحك البر، وهذا يقلقك برشا وحنا عارفين الشيء هذا. اذا هاك تشوف معناتها تمشي تبعث شكون يتفاوض مع الجماعه نتاع قضيه المؤامره التآمر معناتها، وتبعث الاخر للصيد وتبعث وتعمل بيان تسنت في زيلينسكي، هذا كل تدخل في قصة العركة اللي موجودة بين لي زوروبيان ولي امريكان، فماش ما تصلح امورك. اما هو جدا قيس سعيد يحب راهو ترامب كيفك انت معناتها مهبول كيفك، يهمه كان انت تهمك كان كرسيك وهو يهمه كان الفلوس والمصلحه تاع امريكا ميجا. ومش نسالك زاد شو عملت مع الصحفيين الامريكان ولا ايامات الانقلاب المراه قالت باهته وقعدت تحكي لها على الدستور كانت تكاتي ولا مش وش اسمه ذاك دونالد بلوم اللي قتلوا بيرسونا نون جراتا وهكا تسريبات نادي هكاشه موجوده، ما يسالكش امريكا جريت اجين. يعني انت امريكا تتحمل مسؤوليتك، احنا قلنا لك في الوقت هذاك ما تهينش سايب عليك.
رجع الكرة عند الشعب ورجع الحكومة ونرجعوا وين كنا. معناتها باهية بورقيبة اللي هو أذكى منك وقوى منك قال نرجعوا وين كنا وقت اللي شاف الضغط كبير. ارجع للدستور 2014، عمل انتخابات، خرج الناس كل من الحبس، رجع انتخابات تشريعية جديدة، معناتها نحيك المجالسية ونحيك الشركات الأهلية وخلي البلاد تدور نورمال. تو نشوفوا لك ليك والجماعة اللي يعاونوك معناتها مخرج آمن. راهو ضغط كبير ياسر 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 على البلاد التونسية. دونالد ترامب لا نحبوه يدور بينا، ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى حد. الحل هكا واضح، أنا قلت لك خرج الناس من الحبس، عمل انتخابات تشريعية، نشوفوا لك خرجة آمنة أنت والجماعة اللي عملوا معاك الانقلاب. خلي البلاد ما تدخلش في حيط، راهو الوضع خطير توا، وخطير جدا جدا جدا، وراك شبعتها كذب وكل يدور حول معناتها كرسيك. وردوا بالنا على بلادنا، لازم نعاودوا نتحدوا. زاد كيف تو الناس اللي في المعارضة والناس في الحبوسات، مش وقت عارك ومش وقت مشاكل، لازمنا نشمروا ونقفوا فعلا للبلاد، معناتها نسقطوا الانقلاب هذايا. نشوفوا لهم مخرج آمن، لأنه العالم متقلب برشا لبرا. ما نركزوش برشا في الحكاية حاسبوا خاطر إذا كان دخلك التدخل أجنبي في البلاد، راهو الأرض قبل الديمقراطية الشقف اللي هو الشعب يقعد موحد، والأرض هذوكم الأولوية بعد تنعبيوها باللي نحبوا احنا. أما إذا كان خسرنا الوحدة الوطنية وخسرنا التراب الوطني، نوليو كيما ليبيا هكا مقسومة في 3، نوليو كيما السودان، نوليو كيما الدول هذوك. ردوا بالنا من الشيء هذايا. اللي في السلطة اليوم يا إما تتنازل ترجع كما كنت وشوفوا لك مخرج آمن، وإلا نطلب من القوات الحاملة للسلاح أنها تشيلوا قبل ما تصير الحكاية هذه وترجع البروسيسوس كما كان. والا هكا تشوفوا معناتها ضغط كبير على البلاد. دونالد ترامب جاي باش ياخذ يجبي من العالم قالوا كل دولار دفعه يحب ياخذ عليه 2 في اوكرانيا. احنا ما نعرفش يعني يحب يزيد يهبش من عنا، فبحيث نستهدوا بالله الناس الكل وهو يبطل الكذب والطبلعيط، ومش على خاطر كرسيه هو واحلامه التعيسه معناتها نتاع الشركات الاهليه والبناء القاعدي باش نخسروا بلاد كامله. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ورانا ما عندناش مشكله لا معاه لا مع العائله نتاعو ولا مع الناس اللي ساند فيه. احنا مشكلتنا البلاد تويك. شوفوا لكم صرفه ما غير تشفي مناش كيفكم الناس تخرج ترجع نرجعوا البلاد الدور. اما راهو الجزائر قلها ما تخافش معناتها في الاخر باش نقعدوا جيران واللي يمسنا يمسكم. احنا ما نحبوش اون فا با ديستابيليزي معناتها اخواتنا في الجزائر ولا هما ظلمونا. معناتها راكم وظلمتونا برشا، واحنا نعرفوا اللي انتم ظلمتونا، نعرفوا اللي انتم ظلمتونا برشا. اما احنا ماناش سقاط كيفكم، وكيما احنا النظام هذايا تو اللي عامل في السقوطيه ماناش سقاط كيفكم. فبحيث معناتها احنا تو خايفين على المنطقه الكل ما هالتدخل هذا. فارجوكم الناس الكل تعقلوا شويه وخلينا معناتها نشوفوا حل البلاد نتاعنا. الضغط كبير ظاهر، واحنا نخافوا على كل مكونات الوطن معناتها، وعلى كل ارض الوطن وكل المنطقه المغاربيه. هذا هو معناتها. ان شاء الله يفهموا الدرس، وان شاء الله يكون وصل المساج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.